تخيل تكون نايم على سريرك وتكتشف بعد 3 ايام ان في جثه تحت منك. دي مش قصه رعب، دي قصه حقيقيه حصلت فعلا، بس الاغرب انك مش هتتخيل مين الجاني الحقيقي في القصه دي. قصه النهارده غريبه، وكل ما هتسمع اكتر هتستغرب اكتر، وده لان الجاني في القصه دي ما تفهمش هل هو فعلا جاني ولا مجني عليه. يلا نبدا قصه النهارده ونشوف بدايه الحكايه. سنة 2012 في اسكندرية كان في شاب اسمه عمرو من أسرة متوسطة، والده متوفي من صغره ووالدته هي اللي تولد تربيته. والدته ربته على الأدب واحترام الغير، وعمرو يكبر ويبقى شاب محترم ومؤدب وطموح. بس الظاهر من كتر ما كانت والدته بتخاف عليه جدا طلعته للأسف شاب خجول جدا وشخصيته ضعيفة ومهزوز. المهم إن عمرو يكبر ويشتغل فني إلكترونيات، وكان بيحب المجال ده قوي. لكن مشكلة عمرو إنه كان مفتقد للحب وإنه يرتبط ببنت زي أي شاب في سنه، وده بسبب إنه خجول جدا ومش قادر يتعرف على أي بنت او يرتبط بيها لحد ما تظهر سحر في حياته. عمرو في مره من المرات اللي كان بيعمل فيها صيانه لاجهزه احد الفنادق بيقابل بنت اسمها سحر بتشتغل في الفندق ده، وعمرو بيعجب بسحر من اول ما يشوفها، وهي كمان بتديله ريق حلو، ده بيخلي عمرو يعجب بيها اكتر. وبسرعه عمرو بيروح يحكي لمامته عن سحر وعن قد ايه ان هي بنت جميله وانه اعجب بيها وعايز يتقدم لها. ولكن ام عمرو بتستغرب وبتقول له انت ازاي شفتها مره واحده وازاي عايز تتقدم لها، وانت المفروض ما تسرعش بالشكل ده ولازم تسال عليها وعلى اهلها. ولكن عمرو بيتجاهل كلام امه وبيروح تاني يوم يستنى سهر قدام الفندق وهي خارجه من الشغل، ولما يلاقيها بتبتسم له يتشجع على طول ويروح يكلمها ويقول لها انه من اول ما شافها وهو معجب بيها وانه عايز يتقدم لها رسمي ويدخل البيت من بابه. وهنا سهر من غير ما تفكر بتقول له انها موافقه وانها ما عندهاش مشكله ان هو يتقدم لها. وطبعا عمرو بيطير من الفرحه وبيروح يبلغ امه ان هو كلمها وان هو عايز يروح فعلا يتقدم لها. وبالرغم من اعتراض ام عمرو لكن عمرو كان مصمم واصر على موقفه، فما كانش قدامها غير ان هي توافق. وفعلا يروحوا على بيت سحر ويطلبوا ايديها، والشهاده لله اهل سحر كانوا مسهلين الموضوع على عمرو وطلباتهم بسيطه جدا بطريقه مريبه، وهنعرف سبب ده مع تتابع الاحداث. المهم انهم يتفقوا على كل حاجه وان فتره الخطوبه مش هتطول، وفعلا يتجوز عمرو وسحر في شقه ايجار جديد، لان عمرو برضه لسه ظروفه على قده ولسه بيبدا حياته. وزي ما قلنا اهل سحر ما كانش عندهم مشكله في اي حاجه، ولحد كده الدنيا كانت ماشيه كويس ما بينهم. عمرو بيقوم بدوره كزوج طيب وحنين، وسحر كمان كانت هاديه ومطيعه. بس الظاهر ان دي زي ما بيقولوا كانت بدايه ما قبل العاصفه، لان الاحداث اللي جايه هتكون غريبه شويه. سحر بعد فتره من الجواز فاجأت عمرو باعتراف غريب شويه، وهو ان والدها ووالدتها منفصلين من زمان ومن قبل ما حتى عمرو يتقدم لها. وهنا عمرو اتصدم، لان وقت الخطوبه لما كان بيروح يزورهم كان بيشوفهم قاعدين مع بعض عادي جدا ومفيش اي حاجه بتقول ان هم منفصلين. لكن عمرو بطبعه الطيب وبقلبه اللي مليان حب لسحر قرر يعدي الموضوع وقال لنفسه ان هي ملهاش ذنب، وهي عمرها ما اساءت ليا في اي حاجه، ليه اغير معاملتي معاها؟ وفعلا عمرو ما غيرش معاملته معاها ولا حتى صورتها اتأثرت في عينيه. فضلت سحر بالنسبه له هي نفس البنت اللي دخلت قلبه من اول لحظه شافها فيها. وبعدها بكام اسبوع سحر قالت لعمرو ان مامتها اتجوزت واحد من القاهره وعايزين يقضوا اسبوع هنا في اسكندريه، وعايزينك بس تدور لهم على شقه. وعمرو قال لها ان مفيش مشكله وانه ممكن ياخدهم لسمسار ويدوروا على شقه مع بعض. لكن الغريب ان سحر ما جابتش سيره الموضوع ده تاني، لحد ما في يوم قالت له فجاه ان هم جايين بكره اسكندريه، بس مامتها بتقول ان هم هيقعدوا يوم واحد بس، وبدل ما ياجروا شقه ليوم واحد عايزين يباتوا عندهم في الشقه اليوم ده. وعمرو طبعا بحسن نيه قال لها انه مفيش مشكله وان البيت بيتهم وكده، وفعلا يجوا يقضوا اليوم ويباتوا وبعدها بيمشوا على طول. لكن بعدها ب3 اسابيع كمان سحر بتبلغ عمرو ان مامتها عايزه تيجي تبات عندهم تاني، وعمرو برضه بيقول لها ما انا قلت لك قبل كده ان البيت بيتها وتيجي تنور في اي وقت. فسحر بتقول له ان هي مش هتيجي لوحدها، وطبعا عمرو من غير ما يشك في اي حاجه بيقول لها مفيش مشكله تنور هي وجوزها. لكن المفاجاه الكبيره كانت لما عمرو جه ولقى ام سحر معاها راجل تاني خالص غير اللي كان معاها في اول مره. هنا وشه اتقلب وعمل مشكله مع سحر وقال لها هو ايه اللي بيحصل ده؟ فترد عليه سحر ان ده صاحب مامتها. فعمرو بيقول لها انا مش هقبل كده في بيتي، لو سمحت خلي الناس دي تمشي من هنا النهارده. لكن سحر ترد عليه وتقول له طب دي امي وانا مش هينفع امشيها. فعمرو يقول لها خلاص هطلع امشيهم انا. ولكن سحر تطلب منه انه يعدي اليوم عشان ما يزعلش امها، وفعلا عمرو بيستسلم لسحر وبيعدي اليوم من غير ما يعمل مشكله. وسحر بكل بجاحه طلبت منه بعدها برضه ان هي تجيب مامتها، لكن عمرو كان بيرفض. الظاهر كده سحر لما شافت ان عمرو ما اتاثرش لما عرف ان ابوها وامها منفصلين وكانوا عايشين مع بعض وما غيرش معاملته معاها، قالت لنفسها ده طيب وسهل وهيعدي اي حاجه. وخلينا نقولها بصراحه عمرو كان اقرب لحد ساذج وشخصيته ضعيفه ومش بيعرف ياخد موقف حاسم، وده كان باين جدا من ردود افعاله على المواقف اللي حكيناها. لكن اللي جاي اغرب.
مرت حوالي 3 شهور وسحر بدأت تتصرف تصرفات غريبة. معاملتها مع عمرو اتغيرت وبقت تتأخر بره البيت، ولما كان بيسألها بقت تقول له حاجة مش مقنعة. تليفونها ساعات بيتقفل ولما بيسألها تقول له تليفوني فصل شحن، بس في الحقيقة تليفونها مش بيكون فاصل شحن ولا حاجة، بتكون هي اللي قافلاه وعمرو اكتشف ده. في مرة تانية تتأخر برضه لما يتصل بيها تقول له أنا مع صاحبتي، وبعد كده تقفل التليفون وما تردش. وهنا عمرو بدأ يشك، بدأ يحس إن في حاجة مش مظبوطة، خصوصا لما بقى يلاحظ إن تليفونها بيرن ولما يقول لها ردي تقول له ده رقم غريب اتصل بيا الصبح وكان بيعاكس مش هرد عليه، ولما يقول لها طب هاتي انا ارد عليه تروح مقفله الموضوع وتقول له خلاص مش مستاهل. وهنا الشك بدأ يزيد عند عمرو، خصوصا لما بقى يلاقي رسائل من نفس الارقام دي على موبايلها، ورسائل كلها حب واعجاب وكلام ما يتقالش لست متجوزه. والاغرب من كل ده ان عمرو ما طلقهاش وما خدش معاها اي رد فعل واضح. عمرو كان بيحاول يبرر لها لانه بيحبها، وكان دايما بيقول لنفسه يمكن اكون ظالمها. ومع كل ده تصرفات سحر الغريبه بدأت تزيد يوم عن يوم. هي كانت بتشتغل هاوس كيبنج في فندق معروف، ومعروف ان ليها ميعاد معين بتخلص فيه شغلها، لكن الغريب انها كانت بتتاخر بالساعات بعد ميعاد شغلها. ولما عمرو بيسالها اتاخرت ليه كانت بترد عليه وتقول له كنت بشتري حاجات، بشتري هدوم، وبتقول له اي حاجه. وفي مره حصل موقف خلى الشك يزيد عند عمرو. عمرو كان قايل لها من الصبح انه هيتاخر في الشغل ومش هيرجع غير متاخر، لكنه خلص بدري في ميعاده عادي جدا. وهو في طريقه للبيت كلمها وسالها انت فين، فقالت له ان انا في السوبر ماركت اللي جنب البيت وطالعه على طول. وقالت له كده طبعا على اساس انه مش راجع دلوقتي. بس عمرو رجع فعلا وقعد في الشقه مستني سحر، ولما دخلت كان وشها متغير واتخضت اول ما شافته. هنا عمرو بدا يتاكد ان في حاجه غلط بتحصل، ولما بدا يواجهها ويسالها انت كنت فين قالت له انا كنت بدور على شغل، لانها مش عايزه تكمل في الفندق اللي هي فيه عشان في حد هناك بيضايقها. عمرو استغرب وسالها طب ليه ما قلتليش من بدري؟ قالت له عشان ما تجيش الشغل وتعمل لي مشكله. وعمرو طبعا صدقها وقال لها خلاص اقعدي في البيت وبلاش تشتغلي لحد ما ادور لك على شغل. لكنها ردت عليه كانها كانت مجهزه الرد، انا خلاص لقيت شغل في صيدليه بس هكمل الاسبوع ده في الفندق عشان اقبض مرتبي. ومن بعد الموقف ده عمرو قرر انه لازم يفهم ايه اللي بيحصل ولازم يكون ليه رد فعل واضح معاها. وفعلا خد اجازه من شغله وقرر يفضي نفسه عشان يشوف هي بتعمل ايه، وراح وقف قدام الفندق اللي هي بتشتغل فيه واستناها في ميعاد خروجها من الشغل. وفعلا خرجت سحر من الفندق، لكن اللي شافه ما كانش يتوقعه ابدا. شافها خارجه من الفندق ماسكه تليفونها وبتتكلم فيه، وبعدها جه شاب سلم عليها ومشيوا مع بعض، وبعد كده قعدوا في كافيه قريب من الفندق. عمرو من الصدمه ما كانش عارف يتصرف ازاي ولا يعمل ايه، هل يفضل يراقبهم ولا يدخل عليهم. بس في الحقيقه ان عمرو مش بيعرف يواجه، وخصوصا انه اول مره يتحط في موقف زي ده. الخوف والصدمه شلوه، قرر انه يروح البيت ويستناها. ولما رجعت وسالها كنت فين قالت له انها كانت مع واحده صاحبتها. هنا والاول مره عمرو ضربها بالقلم وقال لها اتصلي لي بامك حالا. وسحر بكل بجاحه تكلم امها وتقول لها ان عمرو بيضربها وانها تيجي تلحقها منه. الحقيقه انا ما شفتش بجاحه قبل كده بالشكل ده. وفعلا ام سحر جت وعمرو حكى لها كل حاجه، لكن الغريب هنا ان ام سحر بتقول لعمرو ان الكلام لازم يكون بهدوء ويتفاهموا مع بعض. وعمرو بكل استغراب بيقول لها هو في تفاهم في الحاجات دي؟ وطبعا عمرو ما استغربش من رد فعل ام سحر، بعد اللي شافه منها بقى شايف ان سلوكها ده مش غريب عليها. وبعدين عمرو اتخانق مع ام سحر وشدوا مع بعض لحد ما قرروا انهم يتصلوا بابو سحر عشان يتدخل. وفعلا جه ابو سحر واخت سحر، ولكن بدل ما يهدوا الدنيا زودوها اكتر، وحصل شد بين عمرو وابو سحر وصوتهم عالي. والظاهر ان صاحب البيت سمع الكلام والمشكله وحس ان الناس دي مش كويسه، فطلب من عمرو انه يسيب البيت فورا. وعمرو ما حبش يعمل مشاكل ففعلا نقل لشقه تانية. ومع ذلك بعد ايام عمرو اتكلم مع سحر وقال لها انا هسامحك وهنفتح صفحه جديده، لكن للاسف الطبع غلاه. سحر رجعت لنفس الاسلوب، تاخير بره البيت وتليفون مقفول وحاجه ما تدخلش عقل حد. هنا عمرو يأس وقرر ان الاستمرار في العلاقه دي مستحيل وانه لازم ينفصل عن سحر. فراح لامه وحكى لها كل حاجه. الام كانت صريحه معاه جدا، قالت له الناس دي مش شبهنا ولا تربيتنا، دول بتوع مشاكل وانت مش قدهم. انا عايزاك تطلقها حتى لو غيابي، المهم انك ما تحتكش بيهم خالص ولا تعمل معاهم مشاكل. عمرو اقتنع جدا بكلام امه وحس لاول مره انه لازم يسمع كلامها، ورجع بيته وهو مقتنع ان الطلاق هو الحل. لكن لما دخل الشقه شاف حاجه عمره ما كان يتخيلها. كان بيطلع الحاجات اللي في الكراتين بعد ما نقل عزاله، وفجاه وقع في ايده ورقه غريبه، ولما فتحها لقاها ورقه جواز رسمي باسم سحر، ولكن مش باسمه هو، باسم واحد تاني. والمشكله ان تاريخ الجواز ده بعد تاريخ جوازهم. ولقى كمان شهاده طلاق من واحد تالت، يعني سحر متجوزه قبل كده واتطلقت، وبعد ما اتجوزت عمرو اتجوزت واحد تاني. عمرو ما كانش مصدق عينيه وحس انه واقع في عصابه، لكن عمرو كان مقرر انه مش هيحسسهم باي حاجه زي ما امه قالت له. لكن سحر لما رجعت الشقه وعشان عمرو غصب عنه متضايق فكلمها باسلوب وحش وحصل شد بينهم، وطبعا سحر
اتصلت باهلها. وكالعاده لما جم زعقوا مع عمرو واتخانقوا معاه وطلبوا منه انه يسيب الشقه ويبقى يجي يسيب لها مصروف لما يكون ابوها هنا. وفعلا عمرو خد بعضه وراح عند امه لحد ما يشوفوا هيطلق سحر ازاي. وفي الوقت ده عمرو كان بيجيله شغل بره كتير، فكان محتاج العده بتاعته واللابتوب، ولانه كان سايبهم في شقه سحر فراح عشان يجيبهم. ولما راح على الشقه لقاهم مغيرين كالون الباب، فخبط على الباب ففتح له ابو سحر. وعمرو طلب منه انه يدخل ياخد العده بتاعته واللابتوب، فابو سحر رفض وقال له انت مالكش اي حاجه عندنا، مش كفايه انك ما بتديش لسحر مصروف؟ فعمرو قال له يعني يرضيك اللي بنتك بتعمله ده وعايزني ارضى بيه وادي لها كمان مصروف؟ فيرد عليه ابو سحر عجبني، ويشتم عمرو ويغلط في امه. هنا عمرو حس بالاهانه اللي عمره ما يقبلها على امه، وقام ضرب ابو سحر برجله خلاه رجع لورا واتخبط في دماغه. عمرو كان ناوي يمشي خلاص ويسيب الشقه وينهي الموقف بهدوء، لكن عمرو لمح ابو سحر بيطلع مشرط من جيبه، فعمرو خاف ورجع لابو سحر وخد منه المشرط ورماه. بس الراجل برضه ما سكتش ومسك في عمرو وفضل يشد فيه. وهنا عمرو ما حسش بنفسه غير وهو بيخنق الراجل لحد ما مات. عمرو فجأة فاق، كان مرعوب ومذهول ومش مصدق اللي حصل، وقعد شوية مش عارف يعمل ايه. كل تفكيره وقتها انه مش عايز حد يعرف باللي حصل ده. عمرو لف جثة ابو سحر في ملاية وكيس وخباها تحت السرير، وبعدها ينزل من الشقة. ولما ترجع سحر وامها البيت ما يلاحظوش اي حاجة. ويعدي 3 ايام، وفي ال3 ايام دول سحر بتنام على السرير وجثة ابوها تحت السرير، وهي ولا حتى ملاحظة تغيب ابوها عن البيت. لكن بعد ال3 ايام سحر بتلاحظ ريحة غريبة جاية من تحت السرير، فبتحاول تشوف ايه الريحة دي، فبتكتشف انه في جثة تحت السرير. فبتنزل بسرعة وتروح اسم الشرطة وتبلغ عن وجود جثة في شقتها. ولما يجي رجال الشرطة بيكتشفوا انها جثة ابوها. ولما يعملوا تحريات يعرفوا من الشهود ان عمرو كان موجود في وقت قريب من وقت الحادث، وانه كان في خلافات بينه وبين عيلة سحر، فيقبضوا على عمرو ويواجهوه بكل اللي حصل. وعمرو بيعترف لرجال المباحث وبيحكي لهم على كل حاجة. للأسف عمرو وقع ضحية العيلة إن صح التعبير يتقال عليهم عصابة. الدرس المستفاد من القصة دي إننا لازم ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنختار شريك حياتنا، وإن التربية المقفولة اللي فيها خوف زيادة على الأبناء بتطلع شخصيتهم للأسف ضعيفة، وإن برضو دايما أهلنا بيكون ليهم نظرة في أي حاجة، وإننا لازم نسمع كلامهم دايما. وربنا يحفظنا جميعا من أي مكروه، وشكرا ليكم على المتابعة.